نقول للمواطنات والمواطنين المغاربة كافيهم 50 سنة من التضليل، 50 سنة يضللون عن الحقيقة. 75 شوهوا وميعوا قرار محكمة العدل الدولية وفسروها تفسير لا علاقة له بالحقيقة. اليوم يحاولون كذلك تفسير هذه التوصية تفسير حسب مزاجهم، ويحاولوا يحركوا عواطف الشعب المغربي على الزور والبهتان والكذب والظلم والتوسل. يا أخوات وإخوة، هذا الصراع، هذا الجدل، العنصر الحاسم في المعادلة هم احنا، هم الصحراويات والصحراويين. إذا ما يقد يخلق شي فمه بإرادتنا، إذا علينا علينا نوحد قوانا، نجمع شملنا، نقوض صمودنا، ونوضح لمواطناتنا ومواطنينا على انه ماتله من المشوار اللي فات. لا، العدو وحلفاء وصلناهم للمحطة ولا تلاقوا يتافقونا ولا انا اللي نتافقوا. لان الشعب الصحراوي قوي بتنظيمه وبأهدافه ومناضليه. جيشه هذا يعني الشعار الخالد: جيش شعب، شعب جيش. هذه هي الصخرة اللي تحطمت عليها كل مناورات ومؤامرات ودسائس العدو اللي ما قد التوفى. لكن بصراحة راهم في نفسهم الأخير. بطولات وتضحيات الشعب الصحراوي الأبي، والتي أصبحت مرآة عاكسة لكل من يحاول التطاول أو الالتفاف على حقه في الحرية والاستقلال. إذن حقيقة الإنسان يفتخر ويعتز بانتمائه لهذا الشعب العظيم وبدفاعه عن حق هذا الشعب العظيم المستميت من أجل انتزاعه. حق يتطلب الصمود ويتطلب طول النفس ويتطلب التجند والاستنفار. حق بعد مرحلة استثنائية، معركة ما وفات يا غير منين تقارنوا ولين تم لا نكررها. منين تقارنوا بين 75 منين قسموكم وغزاوكم ما راعوا فيكم. اليوم عادوا يراعوا فيكم وقالوا لكم هاكم راعى لكم كراية مندريش بعد عدتوا موجودين. الصحراويين ثاروا ضد المستعمر وضد الغزاة، ما هو من أجل حكم ذاتي، من أجل التمتع بكامل السيادة على وطنهم، على أرضهم، على ثرواتهم، على جوهم، على بحرهم. وهذا هو الهدف المنشود اللي يالطو يوصل. هذه الخطوة الأخيرة، العمارة الثانية اللي طلعت عند العدو. إذا حرقوها كي حرقتوا الماضيات، حياك توصلوا للنتيجة النهائية اللي تحققوا فيها هدفكم في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني وجمع شمل الصحراويات والصحراويين من كل بقاع العالم. كيف يامس ظاهروا من كل بقاع العالم متشبثين بالجبهة كممثل شرعي وحيد، متشبثين بالاستقلال، بالعلم الوطني، بالكرامة، بالسيادة ولا غير ذلك. وبمناسبة ذكرى ومن خلالها الشعب الجزائري وثمن الموقف الجزائري الصلب تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. بالمناسبة هذا اليوم يصادف الفاتح من نوفمبر، بالمناسبة نهنوا الثورة الجزائرية والشعب الجزائري والدولة الجزائرية
والرئيس تبون ونقدروا ونثمنوا أعلى تقدير وتثمين هذا الموقف الصلب، هذا الموقف الثابت، هذا الموقف المدافع عن حق شعب ظلم على الحدود الجزائرية يحاولوا يحرموه من أرضه، من كرامته، ومن سيادته، ومن استقلاله. إذن هنيئا للجزائر مرة ثانية ومرة ألف، وتحية خالصة إلى الشعب الجزائري قاطبة. وهذا الشعب يعترف له بالجميل، وسجل هذه المواقف بأحرف من ذهب في التاريخ، وستبقى إلى الأبد تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. كما أصدرت جبهة قرار 27/97/2025 الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو حتى 31 من أكتوبر من عام 2026. إن تمديد ولاية المينورسو اليوم دليل على التزام مجلس الأمن المستمر بإيجاد حل عادل ودائم بما يتماشى مع قراراته ذات الصلة بالصحراء الغربية. في قراره يذكر مجلس الأمن ويعيد تأكيد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، ويعيد تأكيد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يتماشى مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما أن مجلس الأمن دعا الطرفين إلى المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة، وترك الباب مفتوحا لنقاش كل المقترحات لدعم الحل النهائي المقبول للطرفين. كما أن الإقرار التام من قبل مجلس الأمن بأنه لا يمكن تسوية النزاع من دون الشعب الصحراوي ومن دون ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير يشكل ردا واضحا على محاولة دولة الاحتلال المغربي التي راهنت وبدعم قوي من بعض القوى على دفع المجلس إلى تبني قرار من شأنه أن يحسم النزاع نهائيا لصالح موقفها التوسعي في غضون بضعة أشهر. مع ذلك أحاطت جبهة البوليساريو علما ببعض العناصر الواردة في القرار التي تهدف إلى محاولة الدفع نحو انحراف خطير وغير مقبول عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية طبقا للمبادئ الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. كما أنها تنتهك الوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، وتقوض أسس عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، وتحبط جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. وعلاوة على ذلك لا يأخذ القرار في الاعتبار ولا يعالج بالفعالية جميع القضايا